الحلواني اخر اختراعات بلبن، دي بيبقى فيها الاربع اصناف الجداد اللي منزلهم. الباكجينج بتاعها خطير، على شكل كتاب وجواه صينيه بلاستيك متقسمه 4 اقسام، وكالعاده الشكل في الدعايه بيبقى حاجه مختلف عن الواقع شويه. اول قسم فيه 3 سمبوسه، طعمها مش حلو خالص. هي بتبقى عجينه زي شبه عجينه السمبوسه كده، محشيه كنافه بيستاشيو، ومن بره متغطيه بطبقه شوكولاته. الشوكولاته اللي بره طعمها ما كانش حلو، حتى عجينه السمبوسه دي ناشفه وسميكه، والحشو بتاع البيستاشيو صوص البيستاشيو قليل فيه. تاني حاجة دي اسمها ميني جولد، كيكة عليها كنافة بيستاشيو وكريمة بيستاشيو وشوكولاتة من فوق، طعمها حلو ومسكرة قوي. دي اسمها لوز اللوز، دي عبارة عن كريمة ايطالي مع رز بلبن وطبقة كيكة رقيقة وعليها صوص من فوق اسمه الدولسي ديليتشي، وبعد كده كمان لوز محمص في الكراميل. دي طعمها حلو وخفيفة شوية. واخر حاجة الألمازية، دي بتبقى ليدي فينجرز مع مسكربوني وكريمة طبيعية وعليها من فوق مانجا، دي برضو كان طعمها حلو وخفيفة. ال3 اصناف دول كويسين، لكن اللي ما عجبتنيش خالص اللي هي السمبوسه. روح بعد كده العصير، ما لقيتش عندهم لما رحت غير صوبيا وتمر باللبن. التمر باللبن يعني كويس بس خفيف، يعني بتاع مزارع دينا احسن بكتير، والصوبيا كمان كانت مسكره بزياده. بس دي كانت تجربه حاجات بلبن جديده في رمضان. سلام.